هاي بنات، عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي channel. معاكم سوزين، والنهارده هنتكلم عن موضوع بيهم كل البنات، وهو ازاي اخس، واننا بنكون عايزين حاجه تسد الشهيه. فلو انتي مهتمه بالكلام ده فالفيديو ده مهم جدا ليكي، فكيب واتشنج. النهارده هقدم لكم مشروب روعه جدا في تخسيس الدهون وسد الشهيه. طبعا هو غني عن التعريف، واللي قدمته قبل كده هي كابتن سما، هي بتكون اختي الكبيره. فيلا بينا نشوف هو ايه. قبل ما نشوف معانا هو ايه المشروب، تعالوا الاول نشوف الفوائد بتاعته. المشروب ده هو اسمه بولت بروف كافيه. هي قهوة عادية او نسكافيه بيتحط عليها اي مادة دهنية، زي مثلا الزبدة. لو مش متوفر زبدة ممكن تحطي زيت جوز هند. الميزة الاساسية في المشروب ده ان هو بيسد نفسك عن الاكل، بيمد جسمك بالطاقة لفترة طويلة جدا، وبيساعدك ان انتي تخسي. فوائد بقى ان انتي تحطي الزبدة في القهوة، ده بيعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل دهون الجسم، وبالتالي الوزن هيقل. والحد من امراض القلب، توفير الدهون الصحية للعقل. ويمكن ان انتي تعتمدي على المشروب ده ان هو وجبة فطار، لانه غني بالفيتامينات وبيمدك بالطاقة اللازمة انك تكملي يومك، لان ساعات انتي بتصحي ملكيش نفس انك تفطري، فممكن ان انتي تاخدي المشروب ده على اساس ان هو وجبة الفطار. هيساعدك ان يبقى عندك نشاط وحيوية انك تكملي باقي اليوم. قبل بقى ما نتكلم عن المكونات والطريقة، المشروب ده لازم بيكون الصبح على غير ريق، ولازم تكوني مش اكلتي اي حاجة قبل ما تاخديه، ولا هتاكلي غير بعده ب4 ساعات. وما تقلقيش لانه هو كده كده هيسد نفسك عن الاكل. المكونات معانا: زبدة غير مملحة، لازم تكون غير مملحة، ما تنفعش فرن ولا اي نوع فيه زيوت مهدرجة. ممكن مثلا مراعي، روتانا، نيوزيلندا، انشور. الزبدة كميتها 10 جرام، يعني معلقة صغيرة. تاني حاجة معانا القهوة، بن عادي او تركي، نسكافيه بلاك، وطبعا مية. الطريقة بقى: هتجيبي الهاند بلندر او كبة، مية سخنة، بس لو سخنة قوي بتغلي ما تحطهاش في الكبة عشان ما يحصلش حاجة للخلاط بتاعك، ممكن يفرقع. فتحطيهم على بعض في الكبة، بس تكون المية دافية علشان تدي شكل لاتيه. ممكن ان انتي تزودي قرفة. سكر دايت ممنوع، اي سكر ممنوع. القرفة اختياري، يعني حباه بالقرفة زودي، مش حباها خلاص تمام. ممكن بقى ان انتي لو مش عايزة تعملي بالكبة والهاند بلندر تعمليه بايدك عادي، بتفضلي تخلطي فيه في الكوباية لحد ما يبقى كريمي شوية. ودي طريقة سهلة جدا. النظام ده، المشروب ده مسموح في الصيام المتقطع ونظام السعرات الحرارية والكيتوجينيك، لكن بيكون مرة واحدة بس في اليوم. المشروب ده يا بنات هايل جدا، وكلنا مجربينه، انا وكابتن سما وكذا حد من افراد العيلة. هو فعلا بيسد الشهية وقوي جدا جدا في التخسيس. اتمنى تجربوه وتقولولي رأيكم ايه فيه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي عندي في القناة، هتنوريني جدا، هفرح بوجودك معايا، وتعملي لايك للفيديو. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.